مفيش كده في الدنيا، مفيش كده في الدنيا. ازاي الاكله اللي ما يتشبعش منها انا شخصيا بعشقها. تعرفوا ان في ناس بتروح اخر الدنيا وتدفع ارقام قد كده عشان تاكل الاكله دي وبرضه ما بتطلعش حلوه كده. بجد الله يبارك لها اللي فكرتني بيها. انا بجد مش عارفه اودي جميلك ده فين. من احلى الاكلات اللي بموت فيها جايبها لك النهارده بطريقه بسيطه جدا، اسهل مما تتخيلي. وقبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. مبدئيا كده اللي طلبت الاكله دي زبونه كانت بتذبح عندنا وقالت لي ساره انا نفسي اكل الاكله دي زي مامتي الله يرحمها. قلت لها عينيا، هقول لك الطريقه. قالت لي لا انا عايزاكي تعمليها وتصوريها عشان اتفرج عليها. قلت لها ده انا عينيا. طبعا انت فاكره ان الفشه اللي انت شايفاها دي فشه عجل، عايزه اقول لك خالص دي فشه خروف، فشه خروف ضاني. هي دي خرفان جزاره الشيف ساره سمير. شايفين الفشه لونها ايه؟ فاتحه جدا ازاي؟ لان ما شاء الله يا جماعه الخرفان عندنا زي الفل. واحب اقول لك كمان ان الخروف ده كان بلدي ما كانش برقي. شفتي بقى حلاوه الفشه بتاعته؟ بصي بقى مسكتها غسلتها بالميه والملح وخليتها زي الفل. بجد شايفين اللون حلو ازاي؟ وجبت بقى ميه مغليه حطيت فيها جزره وبصله وشويه كرفس، شويه ورق لورا صغيرين وكام فص حبان وفلفل اسود، وهنبتدي نسلقها. عايزه اقول لك ما بتاخدش معانا اي وقت خالص. انت بس قطعي الفشه قطع صغيره وكمان الزور وارفعيها على النار. قعدت معايا نص ساعه وخمس دقايق وكانت استوت. في النص ساعه والخمس دقايق دول عملت ايه؟ مسكت الكبده الضاني وحاولت اشيل منها القشره بتاعتها او الجلده بتاعتها، وحاولت اقطعها قطع صغيره قوي قوي زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك بقى معلومه صغيره، لو حضرتك ناويه تعملي الكبده بتاعت الخروف بتاعك في نفس اليوم خليهم يقطعوها في الجزار عادي، لكن حضرتك لو ناويه تشيليها في الفريزر تعملها بعديها باسبوع ولا بشهر ولا بحاجه يبقى حضرتك تاخديها كامله على بعضها كده، ولما تحبي تطبخيها تفككيها خالص وتطبخيها. عايزه اقول لك ان الكبده والحاجات دي كانت عندي بقى لها تقريبا 5 ايام في الفريزر، علشان كده انا ما شلتهاش متقطعه. قطعت الكبده على قد ما قدرت صغيره جدا، لان حلاوتها انها تتقطع عصافيري صغيره جدا كده. ومسكت القلب، طبعا القلب انا غسلته كويس جدا وغسلت كل حاجه كويس جدا ما عدا الكبده. قلت لكم مرارا وتكرارا الكبده ما بتتغسلش. برضو جبت القلب وحاولت اقطعه صوابع وبعدين برضو مكعبات صغيره قوي. وهنا معانا بقى ايه؟ الكلاوي. بنجيب الكلوايه ونحاول نشيل القشره بتاعتها، بتتشال بكل سهوله. القشره دي يا جماعه بس ما هي الا زفاره، لما حضرتك بتشيليها بتتخلصي من كل الزفاره. وعلى فكره يا جماعه اللحمه الضاني حلوه قوي، والكبده الضاني تجنن، اصلا مش متاحه اصلا. يعني الكبده الضاني عندي طول الوقت مش متاحه لان بتبقى دايما محجوزه. بصوا عامله ازاي ما شاء الله. بتقطعيها بالنص بقى وشرايح رفيعه قوي 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 على قد ما تقدري. فزي ما بقول لك يا ساره ازاي احنا متعودين ان الضاني بيكون زفر، لا دي بقى الضاني اللي بيبقوا ماشيين في الشارع ما لهمش اهل دول ويقعدوا ياكلوا من الزباله وكده. لكن الخرفان الضاني الاصلي اللي متربيه على الغالي كده ومتربيه في نظافه بتلاقي لحمها عسل، ريحتها على النار عسل، ما بتعرفيش اصلا انها ضاني. هنا خلاص الفشه استوت معايا، قلت لكم ما خدتش وقت خالص. بدات امسكها واقطعها قطع صغيره نفس حجم القلب والكلاوي والكبده، والزور كمان بيتقطع بكل سهوله لانه استوى كويس جدا. طاسه على النار بقى وفيها شويه زيت، واول ما الزيت يسخن هننزل بمعلقه من اللي هي المتقطعه. انا لسه مقطعاها دلوقتي قدامكم يا جماعه. اللي هي حلوه قوي، اهم حاجه الضاني بس يا جماعه ما يبقاش زفر، والله هتبقى زي الفل. اول ما اللي طلعت ريحتها نزلت على طول بالفشه. الفشه اول حاجه. قلبي بقى كل ده مع بعضه دقيقتين بالظبط، بعدين هننزل بالقلب والكلاوي. اصبروا عليهم دقيقه كده وبعدين ابتدي اقلبهم مع بعض كلهم، الفشه مع الكلاوي مع القلب كله مع بعضه. بقول لكم ايه، الاكله دي عالميه، اعمليها صح بس. سيبيهم كده مع بعض دقيقتين وبعدين انزلي عليهم بمعلقه مليانه من الثوم المفروم وقلبي كده وشم الريحه بقى. جماعه ولا بصل ولا اي حاجه، هو ثوم وفلفل وبس. والفلفل هننزل بيه دلوقتي حامي ورومي، بس احنا نزلنا بيه بعد ايه؟ بعد 5 دقايق من نزول الكلاوي والقلب. هنا خلاص الفلفل دبل. هننزل بقى الكبده اخر حاجه بننزلها. والكبده الضاني ما بتكملش على النار 8 دقايق 10 دقايق بالكتير، لانها كبده ضاني صغيره، الخروف نفسه صغير مش عجوز. بعدين نزلنا بالبهارات، بهاراتنا بسيطه خالص، ملح وفلفل اسود، رشه بسيطه من الكزبره ورشه بسيطه من الكمون. وهنقلب كل ده مع بعضه كويس جدا. وبعد 8 دقايق كانت استوت وبقت زي الفل. نزلت عليها برشه من جوز الطيب ورشه من الكوبيبه الصيني وزودت شويه ملح.
هقلب كل ده مع بعضه كويس وهقفل النار، وهنزل بعصرة ليمونة حلوة، ويا سلام بقى على شوية بقدونس صغيرين كده، وقلب. اهم حاجة الليمون والبقدونس بعد ما ضفينا النار. هنقلب بقى كل ده مع بعضه كويس جدا، وعايزة اقولك بقى جاهز معاكي احلى اكل، الاكلة المقربة الى قلبي. ونزلنا بقى بشوية سلطة طحينة كنت مجهزاهم، ويلا بقى بصي اللقمة الجبارة بعشقها. شوية بقدونس، شوية سلطة طحينة، عصرة ليمونة، يا جمل بعشقها، حلوة قوي. وبجد ربنا يبارك للزبونة اللي فكرتني بيها، اديني عملتها لك اهو. ايه رأيك بقى في الجمال؟ سهلة وسريعة، وطبعا لازم قرن الفلفل اوعي تنسيه. الفيديو ده للناس اللي ذبحت لحمة رمضان، وبالنسبة للناس اللي ان شاء الله هتذبح في العيد الكبير احفظيه هينفعك جدا ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل ايامكم كلها اعياد. يا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء في وصفات جاية كتيرة قوي ان شاء الله. وكنتم مع سارة سمير.